السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة يا حلوين هنتعلم مع بعض طريقة جديدة وحاجة جديدة جدا جدا للمبتدئين اللي حابين يتعلموا الاكسسوارات وحاجات كتير من فن الخرز. النهاردة ان شاء الله مع قناتي فن الخرز مع أسماء. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد ودرس جديد معانا النهاردة، ازاي نعمل الوردة بالخرز اللولي. تمام، ركزوا معايا واحدة واحدة وشوفوا الطريقة ماشية ازاي. انا هحتاج هنا الخرز اللي معايا لولي نمرة 8. تمام، اللي ده كل اللي هحتاجه في الموضوع كله. وهحتاج طبعا خيط سنارة نمرة 60 يكون ماشي مع طبعا الخرز اللي انا هشتغل بيه. تمام، انا بقى هحتاج ايه يا بنات؟ هحتاج حتة خيطة صغيرة، مش هحتاج خيط كتير ولا حاجة. فالمهم زي ما قلت لكم قبل كده، احنا طبعا الخيط اللي بيفضل مننا عودوا نفسكم اللي انتوا ما ترموهوش. تمام، ركزوا بقى معايا في الاول خطوه دي هعملها بكلامي خاص للمبتدئين طبعا، اللي عايزين طبعا يتعلموا كويس يركزوا معايا في الفيديو ويشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. بس اهم حاجه يا حلوين ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. واول حاجه انا هبدا بقى احط ايه؟ 1 2 3 4 5. تمام، انا هنا حطيت 5 حبايات زي ما انتم شايفين اهمت، دول 5 حبايات. تمام، انا حابه احط الخرزايه الزرقاء دي. تمام، عشان بس يكون كل حاجه واضحه ليكم. خرزايه هتكون كريستال. تمام، علشان اعمل الورده، او سواء طبعا اي لون انت عايزينه. تمام، انا بس بعمل لكم الورده بطريقه طبعا عشان تشوفوا طبعا الطريقه ماشيه ازاي، ماشيه مع اي خرز عادي. فانتوا بقى بتنسقوا الالوان زي ما انتوا عايزين. كده دول 5 وحدات من الخرز اللولي، والمقاس زي ما قلنا مقاس نمرة 8. تمام، حتى الخرزايه اللي انا هحطها في النص اللون الازرق نمرة 8، مش هينفع تحطي اقل من كده. حتى لو بتشكلي لازم تحطي خرزه تكون نمرة 8. الطرفين مع بعض زي ما انتم شايفين كده هعملهم مجوز. تمام، وادخل طبعا الطرفين كده مع بعض. دخلت كده الطرفين مع بعض، اشدهم كده هيطلع معايا الطرف كده. تمام، هعمل ايه بقى؟ هاجي عند امسك طرف من الاطراف ديت. تمام، الكلام اظن واضح. شايفين الخرزتين دولت؟ هعدي دي كده منها زي ما واللي بعدها على طول هعدي دي كده. شايفين دخلتها منين؟ دخلتها من هنا، واشد الخيط زي ما انتم شايفين بالنظام ده كده. اول واحده انا عملتها زي ما انتم شايفين، عملت اول واحده اهيت. انا كده عملت اول واحده جبتها كده. تمام، هبتدي بقى اجيب الطرف التاني اللي هو ده، وبرضه هعديهم من هنا تاني برضو علشان يكون كل حاجه واضحه لكم اهوت. الطرفين معايا اهو، الطرفين هنا معايا. هاخد طرف كده وهعدي ده كده من بعضه. 1 2، انا عديت كده من الطرفين دول عشان محدش يتلخبط بس كده. عديت دي كده. تمام، ادي اول واحده عملتها. تاني واحده هعدي بقى يا حلوين. 1 2، زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هشد كده كويس، وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب الطرف من اي طرف من الاطراف بقى ده، وادخل ايه؟ خرزايه. اجيب الطرف التاني، عايزه اعمل عقده علشان خاطر اجمد على التكفيله ديت. اهي العقده اللي عملتها. هجيب بقى الطرف ده وادخل الطرف ده مع الطرف ده. يا رب تكون الكلام واضح والشرح واضح اهوت. وابتدي اشد كده
علشان ادخل العقدة في قلب الخرزاية. كده انا عملت وردة. شايفين؟ يا رب تكون الطريقة واضحة اهيت ليكم. كده انا عملت وردة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وما خدتش مني اي حاجة. تمام. دي كده اول حاجة عملتها. تمام. وجمدت طبعا على الوردة، وجمدتها وكله تمام زي ما انتوا شايفين. الوردة دي ممكن تعملوا بها اي طبعا حلق، تعملوا تحطوا زينوا بها اي حاجة من الحاجات الكروشيه، تعملي اسورة. اقول لكم ممكن تعملوا اسورة ازاي طبعا. وقت خلي بالكم معايا، لو انتوا عايزين تعملوها اسورة هدخل الخيط في الطرف ده في الخرزية اللي بعدها. هوريكم طريقة اسورة جميلة جدا بسيطة من خلال الوردة. كده انا كده دخلت الخيط اهوت. هدخل الخيط هندخل الخيط كده في الخرزية دي، عشان انا لو عايزة اعمل اسورة. وبعدين بكمل بقى ايه، هدخل الطرف التاني بس هو معصلك شوية، فاحنا برضو هنحاول ندخله. هو معصلك عشان بس فيه العقدة اللي احنا عملناها، فما علينا. احنا كل موضوعنا هنعمل لكم برضو في فيديو تاني، هنعمل لكم طريقة الوردة. بس احنا برضو ممكن برضو معاكم برضو هنمشي برضو الكلام برضو كده، عشان اجمد طبعا على الوردة لحد ما اوصل لحد ايه كده. تمام. عايزين نعمل اسورة، هنكملها اسورة. اقول لكم ازاي. انا معايا الوردة متوسطنة في النص. تمام. هدخل من هنا 1 2 3، او ممكن طبعا لو الخيط طويل معايا شويه ممكن تكمل تبقى عقد جميل جدا. وهوريكم طريقه الورده اللي هي طبعا بتكون طبعا ورا بعضه كده، صف ورا بعضه بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. احنا بندخل الكميه دي كده، وزي ما قلنا على حسب طبعا مقاس الايد اللي احنا شغالين عليها. تمام. كده زي ما انتم شايفين اهوت. بس هقص الحته اللي هي دي عشان ما تخبلنيش مكان ما كنت شغاله انا، بس عشان الوقت بتاعنا. فاحنا ايه اهوت كده. هنكمل بقى لحد الطول طبعا اللي احنا عايزينه، ونعمل الوردة بتاعتنا. تمام. 1 2، كمل كمان. والطرف التاني لازم اعمل الاتنين قد بعض علشان ما يبقاش عندي اختلاف في العدد بتاع الخرز. ده الكلام ده لو انتوا عايزين تعملوا برضو لو انتوا عايزين تعملوها طبعا اسوره او عقد شغاله برضو زي ما انتوا شايفين، او على عايزين تنفذوا عقد هتكون منظره جميل جدا زي ما انتوا شايفين. بعمل طبعا الكلام ده كله. انا بس حبيت اوريكم لو انتوا عايزين تديروا الاسوره تعملوها لعقد طبعا قصدي الورده دي، لو عايزين تعملوها لعقد كده تبقى منظرها جميل جدا جدا وبسيط زي ما انتوا شايفين كده. بس انا مش حابه اوضح بقى اكتر من كده بس عشان بس فيديونا النهارده اصلا كان عباره عن الورده، فانا حبيت بقى اللي احنا نكملها معاكم اسوره. لو انتوا عايزين تعملوها اسوره او ممكن تعملوها عقد طقم جميل جدا، وان شاء الله هنفذه لكم ان شاء الله في فيديو تاني. يبقى طقم كامل من خلال الورده ديت، وهنعمله طبعا اسوره وحلق، يبقى طقم كده على بعضه هيكون منظره جميل جدا جدا. شايفين؟ دي كده الطريقه اهيت. شايفين كده اهيت. 1 ده طبعا بتعملي لحد مقاس اليد. تمام. كده زي ما انتوا شايفين انا خلصت العدد بتاعي. كده زي ما انتوا شايفين العدد بتاعي كمان خلص كده كمان اهوت. هو تقريبا الوردة هتكون بقى كده بالنظام ده كده، منظرها جميل جدا جدا والله مش صعب ولا حاجه. باجي هنا بقى هعمل استوبر وهعمل هعمل استوبر واركب طبعا قفل وحلقات. لو انتوا عايزين تكملوه ان شاء الله في فيديو تاني هنعمل لكم
طريقة عمل الاسورة ديت ومعاها طقم كامل من شغل كده. تبقى خلصت معايا الوردة. كانت فيديو تعليم النهاردة عن طريقة عمل الوردة، كلامي خاص للمبتدئين طبعا اللي حابين يتعلموا حاجات كتير من الخرز. وده كان درس النهارده في الفيديو بتاع الوردة. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اتمنى يكون الشرح كان عجبكم وتكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين تجربوا الطريقة وتكتبوها لي في التعليقات طلعت معاكم عاملة ازاي. واي طبعا اي حد عايز طريقة اي حاجة يكتبها لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هنفذها لكم. ما تنسوش بقى يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.